كتاب الكنوز في الثالوث القديس كيرلس السكندري بالمقدمه، هو بينقل ايمان كيرلس السكندري يعني، فبيقول بل هناك تمايز تام، فالاب ليس هو الابن والابن ليس هو الاب. يبقى احنا كده بنتكلم عن اتنين، الاب مش هو الابن والابن هو مش هو الاب، وده رب وده رب. مش هينفع اجي اقول لك انت بتعبد ثلاث ارباب يا فندم، حتى يبقى انا كده يعني ببالغ قوي بصراحه. هو انت بتعبدهم، انا مش بنكر يعني، بس اقصد في النص ده يعني بعلق على النص، فمش هقول انت بتعبد ثلاثه. فيقول بالتاكيد الاب يوجد في الابن والابن يوجد في الاب، لكنهما ليس متطابقين ولا هما واحد في العدد. يعني انت بتعبد اتنين في العدد يا فندم، وده رب وده رب، بس ده في ده، بس ده غيره. بسيطه او معقده مش عارف انت هتفهمها ازاي يا ترى. لان الاب يوجد بخاصيته والابن بخاصيته، يعني كل واحد له خواص، ويجي يقول لك ده في ده. المهم ان كل واحد له خواص وده غير ده، وهذا هو الاختلاف الوحيد للاب عن ذاك الذي ولده، لان الاب كائن بذاته وليس هو الابن، والابن كائن بذاته وليس هو الاب. الكنوز فصل السابع الفقره 36 اهو يا فندم. وبعد كده بيقول يعني الكلام قدامكم انتم ممكن تقراوه، بس انا هقرا المهم يعني. واضح اذا ان تاكيد القديس كيرلس على ان اعتراف الايمان باله واحد انما يخص وحده جوهر اقانيم الثالوث القدوس. يعني وحده الجوهر بتاعتهم، ما دام هم واحد في الجوهر، ما دام ده الله وده الله وده الله، يبقى احنا كده بنعبد اله واحد. ودي الفكره يعني، هم عندهم موحدين في الجوهر. وبعد كده بيقول وليس التاكيد على الايمان باقنوم الهي واحد. ما هو اقنوم يعني شخص الهي او ذات الهيه. لو انت بتعبد ثلاثه يبقى انت كده معدد للالهه، الامر الذي نادى به سابيليوس الهرطوق. وبعد كده بيقول الاب والابن هما واحد من جهه الطبيعه، لكنهما اثنان من جهه العدد.